عندي مؤامرة ايه، مؤامرة حلوة ايه، عند الخواجة ايه، خواجة جومز ايه، راح السعودية وسابنا ومشي وخزوقنا تاني ايه، واحنا في وقت ايه صعب في موسم ايه. حتى في ديت بتقول ان ديت مؤامرة مين يا جدعان؟ يعني هو بيقول لك ان هو متفق مع تركي آل الشيخ. تركي آل الشيخ متفق ان هو يفضي نادي الزمالك، مش عارف. يا ابني افهم بس كده بالعقل بالله عليك، علشان انت براس بخاخه. هو انا بالنسبه لي دلوقتي المصلحه ليا ان انا افضي الزمالك ولا افضي بيراميدز؟ بيراميدز معاه اقوى سكواد في مصر. بيراميدز لو اللعيبه بتاعته ديت لابسه تيشيرت الاهلي او الزمالك هياكلوا اي بطوله في القاره. يا ابني بيراميدز دلوقتي الاقوى، هو المنافس بتاعي. فلو عايز افضي هفضي، انت فاهمني؟ افضي بيراميدز. انما انا بالنسبه لي جوميز انا مالي، هو راجل خزواق ولقى الفلوس اكتر، وزي ما حصل قبل كده مع كالتيرون وباتشيكو وحصل مع الناس دي. ليه كل حاجه بتعلق شماعتك على النادي الاهلي؟ ليه كل حاجه بتعلق؟ يا جدعان بطلوا مرض، اقسم بالله انتوا عندكم مرض نفسي اسمه النادي الاهلي. انتوا عندكم مرض نفسي اسمه النادي الاهلي. فديت يا جدعان مش مشكلتك انت، الناس عندك بتخزوقك وهتقعد تعلي في اسوار، مهما تعلي في اسوار هيفضلوا يهربوا منك اصلا. علشان انا بالنسبه لي عندي مبدأ، انا ما فيش شهر بيعدي الا لما بيكون كل واحد واخد فلوس ومرضي والدنيا حلوه والكلام ده. اما بكون محتاج المدرب ده بجدد له في الوقت اللي انا محتاجه فيه. انما انت عندك جوزيه جوميز، دي مشكلتك انت، من بعد ما خلص السوبر الافريقي ما جددتلوش ليه؟ مخلي شهرين في مستحقاته متاخره ليه؟ ما طبيعي اي نادي تاني هيجي له بفلوس اعلى هيخزوقك ويديك الصابونه زي ما عمل. ولكن انت عندك مرض اسمه النادي الاهلي.